استياء كبير من لاعبين ريال مدريد وتوتر في غرفة تغيير الملابس، والصدام عم يكون بين لاعبين ريال مدريد والمدرب الجديد شابي ألونسو. شابي ألونسو اللي ما عجبه أبدا الفوضى الموجودة بالنادي الملكي، واللي من وجهة نظره سببها كارلو أنشيلوتي، لهيك فرض قواعد انضباطية صارمة، منها زيادة ساعات التدريب والتزام اللاعبين الدقيق بمواعيد التدريب. كمان خصص وقت كبير لحتى اللاعبين تشوف فيديوهات للمباريات ولحتى يشوفوا أخطائهم وين كانت. هيدا الشيء اللي خلى اللاعبين أو كثير من لاعبين ريال مدريد يستاءوا من المدرب الإسباني، ويقولوا له إنه ما كان هيدي التعقيدات على أيام كارلو أنشيلوتي وكنا عم نحقق البطولات. ليك خلق هيدا التوتر الكبير. كمان تشابي ألونسو شاف انه كثير مهزلة انه تتسرب التشكيلة قبل المباريات، لهيك الدائرة المحيطة بريال مدريد خففها بشكل كبير وملحوظ لحتى ما تصير هاي التسريبات وهيدا عدم الفوضى وعدم الانضباط من وجهة نظره. يعني صراحة ما بعرف لوين بدهم يوصلوا، بس أنا بشوف إنه أنا مع تشابي. الانضباط لازم رغم كل شيء، ورغم قد ما كان في عندك نجوم لازم يكون في التزام ولازم يكون في انضباط. هيدي من جهة. من جهة تانية كيليان مبابي عم يتوجه يوم الجمعة لحتى يستلم الحذاء الذهبي، لأنه طلع هداف الدوري الإسباني ب 31 هدف ب 34 مباراة. وكمان هيدا الموسم كمان كيليان مبابي عم يحاول يعمل نفس الشيء بانه سجل 11 هدف ب10 مباريات. طبعا هيدا الشيء كان لما حرق لاعبين بالريال مدريد اللي هن فينيسيوس ورودريغو على حساب انه هو يطلع الهداف. انا هيدا رأيي. بالنهاية ما بعرف إدارة ريال مدريد كيف تفكر، وكمان بهمني اسمع آرائكم انتم بهذا الموضوع. هل انتم مع انه يحتروا هول اللاعبين كرمال هيدا يطلع هداف، ولا لا؟ اعطونا رأيكم بالتعليقات، واذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك واشتركوا بالقناة، ويعطيكم الف عافية وسلام.